اللي أوله فجل آخره كاتشب. قصة نجاح عبارة عن خلطة زي خلطة الكاتشب موجود فيها كل مكونات النجاح، بداية من التطوير والتجريب والتعلم من الفشل والدعاية والتسويق الصح. مين ما يعرفش كاتشب هاينز؟ حتى لو ما كنتش بتحبه انت غالبا بتلاقيه قدامك في اي مطعم بتروح او مع اي وجبة بتطلبها دليفري. طب انت تعرف ان هنري هاينز مؤسس الشركة لو ما كانش اعلن افلاسه كان زمان شركته دلوقتي بتبيع فجل؟ هنري هاينز اتولد سنة 1844 في أمريكا. أبوه وأمه كانوا مهاجرين من أصول ألمانية وكانوا بيزرعوا الخضار وبيبيعوا المخلل. هنري هاينز من صغره كان بيساعد أهله في الزراعة، وبمجرد ما بقى عنده 9 سنين كان متقن وصفة المخللات من الست الوالدة، وابتدى يبيع الفجل المخلل المبشور في المدينة. في الوقت ده كان متعارف ان في شركات كتير بتغش المنتجات، وعلشان يتغلب على الفكرة دي ويظهر مدى جودة الفجل المخلل بتاعه بدأ يحط الفجل المخلل في برطمانات شفافة، وبالطريقة دي قدر يخلق انطباع كويس عن المنتج لان الناس شايفة المنتج قدامهم في ازازة شفافة، وبالتالي زود من شعبية الفجل المخلل اللي هاينز بيعمله. هاينز في سن ال 25 كان لسه مهتم بوصفة الفجل المبشور، وكان بيجرب كتير جدا علشان يطورها لأنه كان شايف إن المستقبل للأطعمة المعلبة. وعشان كده في سنة 1869 فتح شركة مع صديقه نوبل وسموها نوبل أند هاينز. الشركة دي كانت بتقدم للمطاعم والكافيهات أنواع كتير من المنتجات زي الفجل المبشور والخيار المخلل وغيره، وازدهرت أعمال الشركة لأسباب كتير، منها إن هاينز كان بيراعي الجودة في منتجاته، علشان كده كان بيعبيها ببرطمانات شفافة على عكس المنافسين اللي كانوا بيستخدموا برطمانات غامقة ما تبينش اللي جواها. وكان مهتم جدا إن التواريخ الأقدم هي اللي تتباع الأول، وأي حاجة تكون بايظة تتشال من على الرف. وغير كده كان دايما بيجرب اشكال جديده للبرطمانات لانه كان مؤمن ان شكل العبوه في نفس اهميه المكونات اللي جواها. بس للاسف الدنيا دايما ما بتمشيش زي ما احنا عايزين. سنه 1874 الشركه عملت اتفاق مع المزارعين على انهم يشتروا المحصول بتاعه بالكامل ويكون السعر ثابت، وده وفر للشركه فلوس كتير. لحد كده الفكره تبان انها كويسه، بس بقى اللي ما كانش عامل حسابه ان محصول الخيار في السنة دي كسر كل الارقام القياسية، وطبعا الشركة ما كانش عندها راس المال الكافي علشان تدفع للمزارعين. حتى لما هاينز راح ياخد قرض من البنك حصلت ازمة مالية كبيرة في البنوك. سنة 1875 عملت شلل في كل الانظمة البنكية، هاينز بقى مديون بمبالغ كبيرة، وبالتالي الشركة ما كانش قدامها غير انها تعلن افلاسها ويتم تصفيتها. لكن هاينز عمره ما استسلم، وفي سنة 1896 يفتح شركة جديدة مع 2 قرايبه، وبرغم من انه هو كان رئيس الشركة دي الا انه ما كانش ينفع يملكها بسبب انه هو كان لسه مديون واعلن افلاسه. بس هنري هاينز استمر في اضافة منتجات جديدة، ومنها المنتج الانجح على الاطلاق الكاتشب، واللي خلى مبيعات الشركة سنة 1880 توصل ل $198,000. وفي سنة 1888 استحوذ على الشركة واشترى نصيب ال2 قرايبه وأسس شركته الخاصة، وكانت مراته شركته. وصلح الغلط اللي عمله زمان في الشركة الأولى ساعة لما جه اشترى المحاصيل وما كانش معاه فلوس يدفع للمزارعين وأعلن إفلاسه، فقرر المرة دي إنه يمتلك أرض خاصة بالشركة علشان يقدر يتحكم في دورة الإنتاج كلها، بداية من زراعة البذور لغاية ما يوصل المنتج النهائي للمستهلك، وده طبعا علشان يضمن جودة المنتجات ويتفادى مخاطر الفشل. هنري هاينز ما كانش رجل صناعة عظيم وبس، لكن كان رجل تسويق من الدرجة الأولى. هنري كان عارف ومتأكد إنه لو عارف يبيع منتجاته في معرض شيكاغو العالمي سنة 1893 ده كان هيعمل طفرة كبيرة. بس لما راح مفيش ولا واحد اشترى منه لأن موقعه كان بعيد عن الناس، فشغل دماغه وعمل إيه؟ عمل كوبونات ووزعها على الناس، وعمل عرض إن أي حد هيجي ويقدم الكوبون هياخد دبوس معدني على شكل خيار مخلل هدية. والنتيجة كانت صدمة، عارف يوزع 1,000,000 ميدالية لدرجة انه كان حديث الجرايد والمجلات لفترات طويلة بسبب فكرة الدعاية اللي عملها. بعد المعرض ب3 سنين طلع بفكرة الشعار الإعلاني لشركة هاينز 57 علشان يوصل فكرة ان الشركة بتقدم منتجات كتير، بالرغم انه كان في وقتها ما يمتلكش الرقم ده من المنتجات، ولكنه كان مجرد رقم بيتفاعل بيه هو ومراته.
هاينز كان أول واحد يحط لوحة إعلانية مضيئة في أرقى وأشهر أحياء نيويورك. وعلى فكرة اليافط الإعلانية المضيئة ده كان اختراع في وقتها. تفتكر زمان كانوا بيطلعوا رحلات للمصانع علشان نتفرج. أنا تعرف بقى إن هاينز كان صاحب الفكرة دي، كان هو صاحب أول مصنع ينظم رحلات للمصنع بتاعه علشان الناس تيجي تشوف الطريقة الصحية والتنظيف والتقطيع وحفظ المنتجات اللي بيصنعها. هنري هاينز توفى سنة 1919 وكان عمره 74 سنة. شركته وقت وفاته كانت بتضم فريق عمل ضخم يتكون من 6500 موظف وبيمتلك 25 مصنع و40 ألف فدان من الأراضي المزروعة. شركة هاينز بيتم توزيع منتجاتها حوالين العالم كله. قصة نجاح هنري هاينز هي عبارة عن خلطة زي خلطة الكاتشب موجود فيها كل مكونات النجاح، بداية من انه يطور ويجرب وانه يتعلم من الفشل ويعمل تسويق ودعاية صح. خليك دايما فاكر ان اللي اوله فجل كان اخره كاتشب. ودي كانت حكاية من حكاوي توني منير. ما تنساش تعمل لايك وشير وتشترك في القناة لو انت لسه ما اشتركتش وتفعل زر الجرس عشان كل جديد يوصلك. بس كده، سلام.